مع كابتن حلمي في اول معسكر، كنت منضبط جدا والحمد لله كانت الامور ماشيه على ما يرام معسكر اسماعيليه. بعد لما نزلت فوجئت ان يعني في ناس بتشيد بالواحد على صفحه السوشيال ميديا وكده، على ناس يعني صفح يعني مجهوله الهويه يعني او صفح. سبب عدم ما انا بقول لحضرتك وجودك اشاده الناس بيك. ما انا بقول لحضرتك عده اسباب مش سبب حد، صدقني انا والله العظيم ما عندي سبب مقنع اقول لحضرتك. طب ايمن حافظ قال لك ايه؟ كابتن ايمن حافظ قال لي يعني كابتن حلمي وصل له ان انت يعني وصولي شويه، ان انت عاوز توصل شويه او انت تبين ان انت شوي شويه، ان انت ممكن احيانا ممكن يعني مش على هوا الجهاز الفني. والله ما عارف يا استاذ مهيب، والله ما عارف. انا بتكلم انا بحلف لك بالله على شغلتك. لا شغلتي الحمد لله زي الفل. انا مالي بقى يعني ايه وصولي وشو؟ ايه الكلام اللي يعني مره اسند الي او اتهمت مره ان انا بكلم احد الساده الاعضاء مجلس الاداره، وتحديدا السيد الفاضل زميل كابتن محمد فؤاد. كان سالني مره في احدى الوحدات التدريبيه قبل ما التمرين يبدا، ايه رايك في اللعيبه المزدوجه الجنسيه، ان هم اللعيبه العرب اللي هم مصريين وفي الخارج، اللي هو اصلا يعني هو الشخص المنوط مع جنسيه ثانيه مو مصري. الله ينور حضرتك. هو كابتن محمد فؤاد هو المنوط يعني يمسك الملف ده في الاتحاد. فوسيم اللي هو لجنه المحترفين في الاتحاد كان دايما بيعرض لعيبه على كابتن حلمي. فكابتن حلمي مشكورا كان بيقول له خلي محلل اداء يشتغل عليهم. فوسيم كان بيبعت لي اللعيبه اشتغل عليهم انديفيدوال يعني تخصصي اكتر، وابتدي اشوف اللعيبه المناسبه للمنتخب او من عدمه. فكنت بعمل التقرير كيفما يرى كابتن حلمي بالطريقه الحمد لله الاكثر احترافيا اللي احنا اعتدنا عليها الحمد لله في الاتحاد، وقبل برضه خبرتنا البسيطه قبل ما نخش المنتخب مصر، وبدي التقرير لكابتن حلمي. فالراجل كابتن محمد فؤاد بيسالني على ذلك، فاحد الساده الموقرين في الجهاز شاف اللقطه دي، فراح قال لي كابتن حلمي ان عمرو يعني بيتواصل مع احد اعضاء الجهاز الفني، احد اعضاء عفوا مجلس الاداره يعني. فده كان موقف من المواقف. موقف اخر يعني ممكن كان في المغرب ساعتها الانترنت كان سيء شويه، فقعدت في الريسبشن بحضر دايما محاضره الكابتن حلمي، فببتدي انا يعني ابعت المحاضره للكابتن حلمي على الواتساب او تليجرام يبص عليها لغايه ما اقعد معاه ويشوف الامور قبل ما نخش محاضره الفيديو. وكان في محاضرات فيديو في المعسكر الاولاني والمعسكر الثاني الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يعني. وانا العظيم كلمه انا كنت منوط بقوم القصه دي ايه بقى اللي حصل؟ فانا قاعد عادي جدا ببعت الحاجات للكابتن حلمي، فالنت وحش جدا. فحد من المساعدين الاداريين جاب لي الراوتر حتى جنبي، الانترنت في الاوتيل اللي كنا قاعدين في المغرب سيء. ايوه في الحته المنطقه دي كان سيء. فعشان كمان السوفت وير اللي مشتغل عليه والكاميرا بتبقى الريس العالي. فالمهم كابتن حلمي طلع فلقى قفشه قاعد جنبي. قفشه كان احنا قاعدين على الفوتيه الكبير، فقفشه قاعد جنبي اخر الفوتيه وانا قاعد اخر البتاع. فكابتن افتكر ان انا بوري له شغل، فاتهمت ان انا بوري. قلت له يا كابتن حلمي خلاص مفيش سمعت عننا حاجه بقى في الكوره المصريه؟ ما سمعناش حاجه. الوحيد اللي طلع على المنصات الافريقيه بيراميدز والاهلي بيراميدز، ارض الزمالك، منتخب مصر، ابو ريبه، حلمي طولان، اسامه نبيه، نيوزيلندا، اليابان، مش عارف ايه، سويسرا، احمد الكاس. ده اللي نسمعه بس.